رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ودايما مجتمعين في بيوت الله، ودايما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما وأبدا لا يحرمنا الله من ليالي رمضان الكريمة، والذي نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة من عتقائه من النار ومن المقبولين، اللهم آمين. إيه رأيكم؟ عايزين تحلوا؟ عايزين تحلوا؟ الحلو زايد ولا معقول؟ إن شاء الله يكون زايد بأمر الله سبحانه وتعالى. الحديث اللي هنتكلم فيه النهارده مش عايز شرح وما فيهوش كلمات صعبة، ولكن عايز تسمعه بقلبك مش بودانك. تسمعه بقلبك وتمرره على قلبك، وبعدين نتكلم نشوف بقى الناتج بتاعه ايه. الحديث بيقول: قال موسى: يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك، فإني أحس حسن صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ حديث عجيب، حديث عجيب والله عجيب. وطبعا اشمعنى موسى؟ لأنه وكلم الله موسى تكليما. سيدنا موسى طمع في الحلاوة، يعني لما سمع صوت ربنا وربنا اختصه بالمناجاة وبالكلام، زي سيدنا إبراهيم قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. سيدنا موسى طمع لما ربنا كلمه. الله، طب ما بالمرة بقى: فإني أحس حسن صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ الإجابة إيه بقى؟ الإجابة عايزة نضارة عشان تطلع الإجابة سليمة وصحيحة. فأين أنت؟ قال الله عز وجل: يا موسى إني خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني وأنا معه إذا دعاني. أنا جليس عبدي إذا يذكرني وأنا معه إذا دعاني. ده الحديث الأولاني، وخلص الحديث على كده. الحديث الثاني: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى أتحب أن أسكن معك بيتك؟ حديث أظن إن في ناس كتير ما سمعتوش قبل كده. أتحب أن أسكن معك بيتك؟ فخر موسى ساجدا، ثم قال: يا ربي وكيف ذلك؟ فقال الله تعالى: يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ خلاف الأولاني بقى: أنا جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. عايزين نتكلم على حاجة مهمة جدا. يقينا كلنا عارفين إن إحنا بعين الله، ونحن أقرب إيه من حبل الوريد. منتهى القرب، يعني القرب اللي هنا ده قرب إيه؟ هل قرب مكان؟ حاشا لله، لا يعده مكان ولا زمان، إنما أنت صنعة ربنا. ربنا بيقول إن أنت لا يمكن تعمل حاجة أو تتصرف تصرف أو تقول كلمة أو حتى اللي جواك قبل ما تقوله وتعمله إلا لما ربنا أعلم بيه. أدي أول نقطة. النقطة الثانية: زي ما هو قرب مراقبة، صح؟ عن اليمين وعن الشمال إيه؟ ده القرب، ده قرب إيه؟ مراقبة. ربنا بيراقبنا كلنا بدون استثناء، نايمين صحيين، أيوه بينايمين صحيين. ولذلك احنا قلنا مرة على المنبر: يا ريت اللي لسه بيقاوح يجيب بتاع كاميرات، يركب كاميرا في الأوضة بتاعته
وبعد يوم ولا يومين يطلع الشريط ويتفرج على نفسه. هيغلط، هيغلط، هيشغل الفيديوهات والموبايلات والديسكوهات وهيرقص ويغني، ولا هيشرب من ورا ابوه وامه؟ ها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان ده وأنت بتركب كاميرا مراقبة يا غلبان يا مسكين في البيت وخايف أبوك ولا أي حد يشوفها، ها؟ ويجيب الشريط ولا الكاميرا ويشوف أنت عملت إيه. طب هو إيه اللي هيحصل يوم القيامة؟ سؤال عايز علامة استفهام كده وإجابة. ففي حاجة اسمها زي ما في قرب مراقبة، في حاجة اسمها قرب رحمة ورأفة من الله عز وجل. احنا كلنا على يقين ان احنا تحت برج الايه؟ المراقبة، صح ولا غلط؟ ما فيهاش شك دي؟ طيب انت على يقين انك في برج الرحمة؟ حد هيقول وحد هيسكت وحد هيسأل وحد هيشك؟ ما هو ورحمتي سبقت ايه؟ غضبي. كأن رحمة ربنا مغطيانا إلا اللي يطردها. هو في حد ممكن يطرد رحمة ربنا؟ إلا أبدا، إلا أبدا. ما أنت قاعد جنبي ليه؟ ما احنا قاعدين هنا ليه؟ عشان رحمة ربنا. طب وغيرك مش في دماغه، غيرك مش في دماغه، هو طرد رحمة ربنا فما بقاش في دايرة الرحمة، ولكنه هل خرج من دايرة المراقبة؟ نقطة مهمة قوي وحساسة جدا لازم تاخد بالك منها. ولذلك لما سيدنا موسى بيناجي ربنا وطمع انه زي ما سمع الصوت عايز يشوفه بقى، قال له ايه؟ انا جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. يبقى ايه؟ هنا القرب الناحيتين بقى لازم تكون ماشي معاهم في خط متوازي مع بعض. زي ما تكون انت على يقين ان ربنا شايفك ويسامعك، لازم تكون على يقين ان رحمة ربنا سابقاك ومغطياك. انا هسأل سؤال وقول لي انت عم مدحت، انا هتحدى اي حد فينا في اللي قاعدين. يا عم رجب كم مرة وقعت في مشكلة وربنا نجاك منها وانت مش عارف انك نجيت منها ازاي وطلعت منها ازاي؟ الله، كأن في حد الاول وقع في مشكله ومش متذكر وطلع منها ومش عارف ايه سببها، ولكن ربنا بعت له الحل من حيث لا يدري ولا يحتسب. اظن كلنا نفس الحكايه. منين دي؟ منين دي؟ لا، اسال نفسك بالماديه وبالحسابات وبالارقام وباللوجيك والمنطق بقى. طالما هنتعامل بالماديات والدنيا احسبها لي كده، انت طلعت منها ازاي؟ ما احنا ما ماشي، ما ده اللي احنا بندور عليه، ما هو ده اللي احنا بندور عليه. بنقول ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك ان انت ما انتش خارج من سيطرة ربنا عليك. طيب وطالما ما انتش خارج من سيطرة ربنا عليك، تبقى لازم تكون عارف وعلى يقين، زي ما هو انت على يقين انه شايفك وسامعك، تكون على يقين برضه ان رحمته مغطياك. ده معناه ايه؟ اصل ده لو راكز في قلبك، لو راكز في قلبك هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ قول يا باشا. هترفع ايدك للسماء وتقول ايه؟ وتعرف انه ملهاش حل، ليس لها من دون الله. طب احنا مين فينا مش محتاج لربنا؟ بس سؤال يعني، بس انا عايز افهم مين فينا مش محتاج لربنا؟ طب يا اخي طالما انت محتاج لربنا، طب ما تقول يا رب. طالما عارف ان رحمته سبقت غضبه، طب ما تلحق بدل ما تخش في دايرة الغضب، خليك في دايرة الرحمة. ودايرة الرحمة واسعة ولا ضيقة؟ إلى أبعد ما تتخيل وما تكون. جبتها منين؟ أنا عند ظن عبدي. خلي بالك، أنا ما بنقولش حاجة من عندنا، هو إحنا اتعلمنا بس. المشايخ ربونا وعلمونا. خلي بالك تربط الدين مع بعضه إزاي، عشان ما تجيش تقول لي دي نقرة ودي نقرة، الصيام حاجة والصلاة حاجة والصوم حاجة. لا يا حبيبي، لا، أنت ما أنتش فاهم. هو ربنا لما هتقف قدامه وأنت اسمك إيه؟ محمد. عشرة الأسامي ربنا يبارك فيه. هو محمد لما ولا مدحت ولا عصام ولا عماد لما هيقف
هيقف الدراع اليمين لوحده والدراع الشمال لوحده والراس لوحدها والرجل لوحدها، ولا هو الجته كلها هتقف؟ مش البني ادم كله هيقف قدام ربنا واشهدهم عليه، صح؟ مش ربنا خد الشهاده؟ طيب هو الايد لما غلطت الايد اليمين، طب والايد الشمال مالها؟ متركبه فيك، ما انت اللي شغلتها. طب والرجل اليمين غلطت، طب الرجل الشمال مالها؟ يا حبيبي ما فيش كده. ما تعاملش ربنا بالحته وتتفلسف على ربنا وتقول لا اصلك هتجادل في الدنيا، والمجادل في الدنيا هيقف يوم القيامه برضه يجادل ربنا. يوم ربنا يضرب على بقه ويخرس لسانه ويقول للايد اتكلمت، تتكلم الايد، ويقول للرجل اتكلمي، تتكلم الرجل. والله صح ولا غلط ولا بنجيب كلام من عندنا؟ مش دي العقيده بتاعتنا؟ مش ده اليقين؟ ولذلك الحديث جميل جدا في معناه انك ايه؟ تبقى انت عارف فما ظنكم برب العالمين الاول. وطالما ظنك بالله على حسب ظنك، اسمع دي بقى كمان: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. اقف بقى. يعني من ذكرني في ملأ، يعني احنا دلوقتي قاعدين بنوحد ربنا وبنصلي على سيدنا النبي، صليتوا عليه. الملأ بتاعنا ايه؟ مسجد فاطمه الزهراء اللي احنا قاعدين، الناس اللي قاعده اللي موجوده الطيبه دي اللي بتذكر ربنا وبتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ده الملأ. طب والملأ خير من ملأ ايه بقى عند ربنا؟ ملأ ربنا مين؟ عيش بقى صح، عيش. انهي ملائكه؟ هل هم حملة العرش؟ ولا الملائكه اللي في السماء السبعه؟ ولا اللي في السته؟ ولا اللي في الخمسه؟ ولا اللي في الرابعه؟ ولا اللي في الثالثه؟ ولا اللي في الاولى؟ ولا اللي على كتافك وسياحين في الارض اللي هم متعاقبين علينا؟ ربنا خلقهم عشان يحفظونا من امر الله. انه ملائكه فيهم؟ انهي ملأ؟ السؤال الثاني بقى عشان اخليك تسرح وما تركزش الا عشان تعيش. يعني ربنا لما يذكرك في الملأ يذكرك ازاي؟ مش عارف. انا سرحت في السؤال ده والله. يذكرك ازاي؟ والملائكه لما تذكرك هتذكرك ازاي؟ هل هم هيقولوا لبعض ان فلان ابن فلانه او ابن فلان ذكر ربنا فاذكروه، فاللي سامعينهم يأمنوا على الذكر ويقولوا لبعض، وبالتالي يقعد صدى صوت شغال في كل سماء ويطلع من السماء الاولى للثانيه للثالثه للرابعه لغايه حمله العرش، وبالتالي اسمك بيذكر في السماوات كلها. وارد. واسمك لما بيذكر كتابه ولا قولا؟ يعني برضه سؤال جه في دماغي والله. هم لما هيذكروا اسم العبد لله، اللي هيذكروا العباد الناس الطيبه دي، لما هيذكرونا هيكتبوا ايه؟ هيكتبوا اسمك في السجلات ولا هيقولوا لبعض ولا الاثنين؟ طب اسمك هيتكتب كتابه عاديه كده ولا هيتكتب من نور؟ وبالتالي السماء هتنور باسمك. انتوا سرحانين معايا؟ مركزين انا بقول ايه؟ والله العظيم مركزين انا بقول ايه؟ عرفت يعني ايه تذكر ربنا؟ عرفت يعني ايه تعيش في معيه ربنا؟ سيدنا موسى علشان سمع كلام ربنا قال له ولا اراك فاين انت؟ يقول له انا جليس من ذكرني. يقول له تحب اعيش معاك في بيتك؟ هو ممكن يا رب؟ هو طبعا ربنا بيعرفنا ان انت ما انتش لوحدك، هو ربنا كده معاك سواء انت عزت او ما عزتش. بس في فرق بين معيه المراقبه ومعيه المراقبه اللي تتطور لمعيه الرحمه مش كنا بنتكلم واكلأه بعزتي واكلأه امبارح كنا بنتكلم في الحديث وقلنا الكلاءه معناها ايه؟ يحضنه. الكلاءه من ضمن معناها انه يحضنه، انه يطبطب عليه، انه يراعيه، انه يربيه، انه ياكله، انه يشربه، انه يربي له عياله العيال اللي طالعه صايعه دلوقتي وبيضربوا الاب والام. ادعوا لي يا رب، انا ما عرفتش اربي عيال ربيهم لي. يا رب اعمل ايه؟ انا على قدر الامكان، بس العيال اللي انا بربي ساعه بربي سنه يطلع بره في الشارع ساعه تضيع التربيه بتاعت سنه بحالها في ساعه واحده. ليه؟ اصدقاء السوء والمرء على دين خل. طب اعمل ايه يا رب؟ استحفظتك اولادي يا رب، ربهم لي، انا مش عارف اربيهم. تعرف وانت بتصلي صلاه التهجد والتراويح وانت ساجد بين ايدين ربنا تدعي بالدعاء ده؟ ما هو انت مالكش غير ربنا. لما تعجز عن حاجه قول ايه؟ لما تعجز يعني انت استنى، انا بوقعكم. يعني انت مستني لما تعجز
تقول يا رب. طب ما تقول يا رب على طول، معود نفسك قول يا رب على طول. علمنا ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.